بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليمن، هذا البلد يحمل أسرارا يجهلها العديد من الناس. فتاريخ اليمن القديم يبدأ في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد، حيث قامت مملكة سبأ ومعين وقطبان وحضرموت وحمير. وكانت هذه المماليك مسؤولة عن تطوير أحد أقدم الأبجديات في العالم المعروفة بخط المسند. دعني أخذك عزيزي المشاهد وأكشف لك بعض الأشياء المثيرة عن اليمن. هل تعلم أن اليمن هم أول من علموا المصافحة في العالم؟ تقول روايات تاريخية أن المصافحة ظهرت خلال الحضارة الإغريقية، لكن مصادر عربية وإسلامية تقول أن أول من جاء بالمصافحة هم اليمنيون. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة. سنده جيد. اليمن جاءت في القرآن. ذكر اليمن مرتين في القرآن عبر سورتين. أولا سورة سبأ وملكتها القوية بلقيس وقصتها مع نبي الله سليمان، والأحقاف وهم القوم الذين سكنوا تلك المنطقة وكان نبيهم هود عليه السلام. جزيرة سقطرى، ترجع شهرة جزيرة سقطرى وأهميتها التاريخية إلى بداية ازدهار تجارة السلع المقدسة، واشتهرت بإنتاج الند وهو صنف من أصناف البخور. كما أن الجزيرة معروفة بمناظرها الجميلة وأشجار دم العنقاء الغريبة التي لن تجدها في مكان آخر في العالم. الجنبية، تعرف الجنبية اليمنية أنها أشهر أنواع الخناجر العربية، ويطلق هذا الوصف على الخناجر التي تربط بحزام حول الخاصرة. وصناعة الجنبية هي إحدى الحرف التقليدية التي يكثر انتشارها في اليمن، وتستخدم الجنبية اليمنية تفاديا للتفرقة الاجتماعية، وتضفي صفة الرجولة على من يلبسها حسب ما يعتقده بعض اليمنيين. قهوة المخاء، قهوة المخاء المشهورة في العالم أصلها من اليمن، ففي مدينة المخا كان يتم تصدير هذا النوع من القهوة إلى العالم. حفلات الزواج، قد تصل احتفالات الزواج في اليمن إلى 21 يوما، ومن أشهر الرقصات الشعبية في حفلات الزفاف البرع. اسم إفريقيا، تقول بعض الروايات أن أصل كلمة إفريقيا يعود إلى الملك اليمني إفريقيس بن ذي المنار. مرتفعات جبلية، يقيم 8% من اليمنيين في المرتفعات الجبلية. القاط، يعرف الشعب اليمني بأنه من أكثر الشعوب استهلاكا للقاط، وهو نباتات يعطي حالة من النشاط الزائد لمن يتناوله، وقد صنفته منظمة الصحة العالمية كعقار ضار من الممكن أن يتسبب في حالة الإدمان، ويستعمل اليمنيون عبارة تخزين للتعبير عن استهلاك القاط. اليمن أصل العرب، يرى الكثير من المؤرخين أن في أرض اليمن وجد أول إنسان عربي قبل 2500 سنة. فاللهم احفظ اليمن وأهلها وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والآن عزيزي المشاهد، كل ما أريده منك الآن أن تستمع لهذا الدعاء وتؤمن عليه حتى يكون الثواب لي ولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. إلهنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حقا ضائعا إلا أعدته، ولا مريضا أو محسودا أو معيونا أو مسحورا إلا شفيته، ولا شرا داخل أجسادنا إلا أخرجته وأبعدته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا والدا إلا حفظته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته. اللهم احفظنا بالإسلام في صحونا ونومنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا، واحفظنا بالإسلام في الحياة وعند الممات وعند الحساب، واجعل الإسلام نورا لبصائرنا. اللهم ارزقنا اليقين وحسن الظن بك، وثبت رجاءك في قلوبنا، واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو غيرك ولا نثق إلا بك. اللهم املأ صدورنا بحبك حتى لا يشغلنا عنك شيء، واسدد فقرنا وثبت حجتنا.
اللهم يا ربنا لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها غائبنا، وتزكي بها عملنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفون بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. داونا اللهم بدوائك، واشفنا اللهم بشفائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا كاسي العظام لحما بعد الموت، ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منا الجبين، وبكى علينا الحبيب والغريب. اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب، وغلقت من القبور الأبواب، فإذا الوحشة والوحدة، وهون الحساب يا رب. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، وبلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قدير، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات. نسألك يا ربنا رحمة تهدي بها قلوبنا، وأن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، وأن تدمر يا رب أعداء الدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، إنهم لا يعجزونك يا رب. أرنا فيهم يوما أسودا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. أرنا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. انزع الوهن وحب الدنيا من قلوبنا، وأبدل به يا ربنا حب الآخرة. يا مغيث أغثنا، يا رحمن ارحمنا، يا كريم اكرمنا، يا لطيف الطف بنا. اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا ذريتنا، إننا تبنا إليك، وإننا من المسلمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. اللهم إنا نستودعك قلوبنا، فلا تجعل فيه أحدا غيرك، ونستودعك لا إله إلا الله، فلقنا إياها عند الموت، ونستودعك أنفسنا، فلا تجعلنا نخطو خطوة إلا في مرضاتك، ونستودعك كل شيء رزقتنا وأعطيتنا، فاحفظه لنا من شر خلقك أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا ولمن أحببنا ولمن سكن قلوبنا ولإخوتنا يا من لا تضيع عنده الودائع. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، وأوهبنا فيه رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك اسقنا، وفي جنتك آونا، وبرحمتك احتوينا، وأمنيتنا أعطينا، وبفضلك أغننا، ولطاعتك اهدنا، ومن عذاب النار احمنا، ومن شر كل حاسد اكفنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
عزيزي المشاهد، إذا أعجبتك الحلقة لا تنسى عمل لايك للفيديو وساعد في مشاركته واترك تعليقك حتى يسعنا تقديم كل جديد، ولا تنسى مشاهدة هذه الحلقات المميزة. شكرا على حسن متابعتك لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.